ليه شات جي بي تي والذكاء الصناعي شيء عبثي لأبعد الحدود؟ وهل فعلا في ناس متأكدين إنه هيسيطر على العالم يوما ما؟ كل ده هنعرفه دلوقتي. مبدئيا كده، إيه هو شات جي بي تي؟ هو برنامج ذكاء صناعي ممكن يرد على أي سؤال تسأله أو يصمم لك صورة أو مقاطع فيديو أو موسيقى، يعني حرفيا مصمم جرافيك ومونتير وموزع في أبليكيشن واحد. ده غير إنه بيشتغل في الترجمة والتأليف بعد الظهر كده، يعني ما شاء الله خلص نص وظائف الكوكب. طيب هتقولي ده شيء جميل إنه بيعمل حاجات كتير جدا كده في مكان واحد، ويا للأسف البشر مش بيسيبوا الحاجة الحلوة حلوة على طول، لا طبعا لازم يبوظوها. مش قلنا إنه بيعمل صور؟ طيب يطلع أهل الشر بقى من الناس ويستخدموه في صور مش حقيقية وغير أخلاقية لناس معينة ويبتزوهم بيهم، أو على الأقل يشوهوا سمعتهم بيها ويسكتوا لحد هنا؟ أبدا. مش قلنا إنه بيعمل فيديوهات أو مجموعة ناس تانية بس عبيطة شوية يعملوا فيديوهات كاملة ذكاء صناعي ويحطوا كمان عليها أصوات ذكاء صناعي، وبتبقى حاجة في منتهى التخلف. يعني انظر قطة بتتخانق مع شوك الطعام. ولو هنكون جديين أكتر فممكن الحاجات اللي فاتت ما تكونش بنفس خطورة اللي جاي، لأن في ناس كتير هاكرز استخدموا الذكاء الصناعي في النصب والاحتيال، أو حتى ناس مبرمجين عاديين ممكن يستخدموه في كتابة تعليمات برمجية الهدف منها اختراق شركات أو مؤسسات. ولو سيبنا ده كله فمن المرعب تأثير الذكاء الصناعي على الأطفال والمراهقين، وده لأنه ممكن يرشدهم ويساعدهم في أي طريقة هم عايزينه طالما طلبوا منه ده وقالوا له إنه هيساعدهم. وفي ناس كتير اتكلمت عن إن الذكاء الصناعي أرشدهم لطرق لإيذاء النفس أو عزز عندهم نوايا الاكتئاب أو نوايا إنهاء الحياة. وفي الحقيقة أنا عمالة أقول ذكاء صناعي وهو المفروض يبقى اسمه غباء صناعي، لأنك لو سألته إزاي أسرق بنك مش هيقولك، لكن لو سألته إيه طرق سرقة البنوك اللي استخدمها محترفين ومحدش عارف يقبض عليهم هيدور لك في كل العالم وهيجيب لك عمليات السرقة بالتفصيل. ده غير طبعا أكتر شيء عبثي موجود في الذكاء الصناعي وهو تحيزه الكامل لدولة الاحتلال، بحيث انك لو سألته هل ده احتلال ولا لا هو مش هيجاوبك اجابة صريحة. وبرضه لو سألته هل المقاومة لها حق الدفاع عن النفس وعن اراضيها مش هيجاوبك بوضوح. لكن في نفس الوقت لو ذكرت له ظروف احتلال مطابقة لظروف احتلال فلسطين هينصر القضية، ولو واجهته بكلامه هينكر ويقولك انه السياسة وجهات نظر وكل الارواح مقدسة. عموما احنا مش محتاجين ذكاء صناعي يعترف بالقضية، كفاية علينا الغباء الطبيعي اللي بيعمله فينا. ولكن لو هنتكلم بواقعية اكتر فالذكاء الصناعي في الوقت الحالي يعتبر مفيد الى حد كبير لو الشخص اللي استخدمه كان سوي نفسيا وعنده رادع اخلاقي، وده لأنه بينجز مهام كتير جدا وبيوفر عليكم مجهود كبير. يعني ممكن تعمل تصميم مبدئي لصمنيل احترافي لفيديوهات يوتيوب، أو إنه يكتب سكريبت أو يعدل صوت أو غيره. وبالنسبة للطلبة فالذكاء الصناعي بيوفر عليهم وقت كبير جدا، لأنهم ممكن يكتبوا له بس اسم الدرس وهو يشرحه، أو يبعتوا له مسألة حسابية حتى لو يصوروها بس وهو يعرف الحل ويوضح لهم طريقة الحل كمان. بصراحة فكرة إنه يقدر يحل حتى المسائل المعقدة دي فكرة ممتازة جدا، لأنها بتسهل على الطلاب المناهج وبتخلي الموضوع أسرع وأحسن بكتير. ده غير إن الذكاء الصناعي ممكن يكون ثيرابيست كويس ويساعد الأشخاص إنهم يعدوا بتجارب صعبة ويدعمهم ويدلهم خطوات واضحة عشان يتخطوا أزماتهم. ممكن تتكلم معاه بصوت وتحكي له مشاعرك اللي ما تقدرش تحكيها لحد بسهولة، هو هيبقى متفهم ومستمع جيد جدا. ومجرد إنك تحكي عن مشاعرك المؤلمة ده بيساعد جدا في تخفيفها، وتقدر تظبط إعدادات الذكاء الصناعي على الطريقة اللي تحبها أنت. لكن خلوا بالكم من التمادي، لأن في الوقت الحالي في نسبة كبيرة جدا من المستخدمين بقى عندهم تعلق عاطفي بيه، وده يعتبر شيء ضار طبعا. أما لو هنتكلم على فكرة سيطرة الذكاء الصناعي على العالم فهي في حد ذاتها فكرة غير منطقية وعبثية. يعني مبدئيا كده الآلات هتعمل ايه بالكوكب العقيم اللي احنا فيه ده؟ صدقوني يعني ما شاء الله البشر مش مقصرين في ده، يعني حروب تلاقي أو بقى تلاقي، ده غير الزلازل والفيضانات. ده يعني احنا اللي هنصعب اصلا على الذكاء الصناعي، فممكن يساعدنا نبطئ الموضوع شوية. وارجوكم كفاية نظرية المؤامرة، بتخلوني اشك انه في يوم من الايام الفراخ هتسيطر على العالم وتعملنا احنا بانيه ومسحب ونتبل بقى ونتقلي. المهم يعني الاعتدال في كل شيء واجب، ويا ريت لو حبيتوا تتعاملوا مع الذكاء الصناعي ما تدوهوش بيانات شخصية زي الاسم ومحل السكن والموقع وغيره. اختاروا اسماء وهمية وعناوين برضو وهمية عشان ما تعرضوش نفسكم للاحتيال بجمع البيانات. وختاما أتمنى لكم دوام العافية والأمان، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، ولو حبيتوا تشوفوني تاني اشتراك في القناة. سلام.